هقول حاجة تانية جديدة مهمة جدا، حاجة بتنفعنا في الدنيا في الحال الحياة على التو على طول، بتنفعنا في بناء الإيمان. يعني على طول بتكمل ركن في بناء الإيمان، كأنها لبنة احنا بنجيبها نحطها في الإيمان. دي حاجة. الحاجة التانية بتنفعنا في حال حياتنا، لما نيجي ندعي ربنا، لما نيجي نسأل ربنا، لما نقع في أي زنقة ولا في حاجة ونسأل ربنا أي حاجة سبحانه وتعالى، فربنا يجيبنا في هذا الكلام. بتنفعنا كمان لما نيجي عند الموت في لحظة النزع، بينفعنا الكلام ده نفع جيد جدا هذا العمل. ايه بقى اللبنة ديك اللي احنا عايزين نكمل بيها هذا البناء الإيماني؟ ايه هي بقى اللبنة اللي عايزين نكمل بيها؟ اللبنة ديك حاجة اسمها النوافل. وانا هقول لك يعني ايه نوافل، بس شوف النوافل دي يعني النافلة يعني زيادة، يعني حاجة بتتعمل زيادة. ازاي؟ يعني مثلا انت مفروض عليك في الصلوات 5 أوقات في اليوم والليلة، المفروض ده انت بتعمله، ان عملته تاخد عليه اجر، ان ما عملتوش تاخد عليه وزر، اللي هو صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، بركعات، باعداد ركعات ثابتة، ما ينفعش لا تزود ركعة ولا تنقص ركعة. النافلة بقى اللي هي الزيادة على كده. ايه الزيادة؟ اللي هي على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، مش على هواك انت. فالنبي قال صلوا 12 ركعة بين الصلوات دي بعضها وبعض، من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. يبقى انت محتاج توزع بقى زي ما النبي عمل، صلي ركعتين قبل الصبح، صلي 2 قبل الظهر، صلي 4 بعد الظهر، تصلي 2 بعد المغرب، تصلي 2 بعد العشاء، والمغرب احيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قبله، وصح احيانا ما كانش يبقى فيه صلاة ركعتين قبل المغرب. وبعدين عندنا قيام الليل، بعدين عندنا صلاة الضحى، بعدين عندنا يعني حاجات كتير عندنا في الصلوات، عندنا صلاة العيدين، عندنا كل الأعمال دي، عندنا صلاة الخسوف، صلاة الكسوف، عندنا صلاة الاستخارة. كل هذه الصلوات دي نافلة يعني زيادة. احنا بنعمل هذه النافلة الزيادة إضافة إلى الصلاة المفروضة، بس بنعملها بنفس ترتيب النبي عليه الصلاة والسلام، مش بنعملها بترتيبنا احنا ولا على هوانا احنا، ولكن بنعملها على ترتيب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن احنا لما بنعمل هذه النوافل يبقى احنا بنعملها عشان نستفيد منها في بناء الإيمان في الحياة. ازاي؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى لما فرض الصلاة، فرض الصبح ركعتين. انت الصبح اللي انت محتاجه من طاقة، واللي انت محتاجه من عمل، واللي انت محتاجه من إيمان، انك تصلي ركعتين 2 بس، مفيش اكتر من كده. طيب انت لما صليت الركعتين دول مطلوبين ان انت تكون دقيق فيهم، لا سرحت ولا نمت ولا تعبان ولا هلكان ولا حاجة. انت محتاج تبقى فيه تركيز عالي عشان تستفيد جدا من الركعتين. طب انت ما بتقدرش تعمل كده، يبقى الطاقة اللي عندك هتبقى قليلة. ليه؟ لان توصيل الطاقة اللي جه مش على الكم المطلوب، انت ما اديتش العبادة صح او الركعتين صح. طيب نحلها ازاي؟ نحلها ان انت لما تصلي ركعتين الضحى، يوم ركعتين الضحى يدوك الطاقة اللي تكمل بيها، يعني عوضوك عن النقص اللي انت وقعت فيه في صلاة الصبح. طيب حاجة تاني، سرحت انت في صلاة الصبح كلها من اولها لاخرها، اول ما قلت الله اكبر قاعد عمال تفكر، الشيخ ده صوته رخم، ده بيطول، ده بيقعد يقرا كتير، يا ساتر، ده انا بعد الصلاة اعمل ايه؟ لا انا عايز اروح اعدي اجيب فطار، لا ده انا هجيب فضلت سرحان من اول الصلاة لاخرها كده، انت ما خدتش ولا حتى سنتي من الطاقة المطلوب. طب ايه الحل؟ لما تيجي تصلي الضحى يقوم ايه؟ يعوض لك الكلام ده، فيديك الطاقة في بناء الإيمان. وبعدين في الآخرة لو الصلوات دي لم تقبل أو نقصت، يقول الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع. هو عنده صلاة، عنده تطوع عمله، عنده نافلة، يقولوا عنده صلاة الضحى، عنده صلاة الليل، عنده صلاة العيد، عنده صلاة كذا، عنده صلاة كذا. طب خلاص عنده، طب خلاص كملوا له بقى الركعات اللي ناقصاه. يبقى شوف النافلة بتعمل ايه في الحال على طول. ولذلك ربنا أمر النبي بأداء النافلة كأمر افتراضي، وهو ليس فرضا على النبي. عشان كده ربنا قال له في القرآن ايه؟ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فهمتها ولا لا؟ يبقى أنا عندي قيام الليل اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمله، كان مأمور به على الاستحباب، نافلة لك، زيادة ليك انت، حاجة ليك شغل مشاكل ولا عنده أخطاء ولا عنده خلافات ولا حاجة. طب امال انت بقى؟ يبقى مين أحوج ما يكون لقيام الليل؟ انت.
ولذلك ربنا أثنى على قائم الليل اللي هم بيقوموا الليل، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يعني ما يناموش كتير، قليل قوي. طب احنا ليه ما بنقدرش نعمل كده؟ ان احنا بناكل كتير، وهو القاعدة ثابتة، تاكل كتير تنام كتير يبقى الناتج هتصلي قليل، مش كده؟ العبادة تبقى قليلة. تاكل قليل يبقى هتنام قليل يبقى العبادة اكتر. خلي بالك، ما هي قاعدة ثابتة. ليه؟ لان احنا لما ناكل كتير هننام كتير. طب خلاص نمنا، طب والعبادة؟ فهتلاقي نفسك انت قليل من العبادة، وبعد كده الصحة تتدهور، وبعد كده الدهون الترايجليسرايدز ومش عارف الايه، والقلب يحصل له مش عارف ايه، والكبد يحصل له مش عارف ايه، وخش بقى في متاهات، واقعد بقى روح عند الدكتور رايح جاي وضيع الوقت، وبعدين خلص بقى. كل ده من ايه؟ من الاسراف في الطعام والشراب. حاجة مشكلة. طيب نحلها ازاي؟ الاكل القليل، يبقى النوم القليل، يبقى العبادة الكتير، يبقى ناخد بالنا من المسألة دي لأنها مهمة. فالنافلة دي لمين؟ لينا. النافلة دي لينا. لو واحد بيعمل ما بيعرفش يتكلم خالص، أو ما بيعرفش يتكلم في كلام الدين، ما بيعرفش يقرأ آية القرآن الكريم، ما بيعرفش أي حاجة من هذا الكلام، مش عارف لا يقول لا ده ولا ده ولا ده ولا ده، يعمل إيه؟ يقيم الليل، هيبص يلاقي نفسه في النهار كويس، بيتكلم كويس مع الناس، كلماته طيبة. الكلام اللي بتقوله طول النهار كلام كويس، الكلام ده انت بتقوله عشان من خلال قيامك لليل. فكل ما أقمت الليل كل ما انت ايه قدرت تتكلم بالنهار كلام طيب. شوف ربنا بيقول للنبي ايه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه، اقعد صلي نص الليل، أو انقص منه قليلا، خليه التلت، أو زد عليه، أو زد على النص، ورتل القرآن ترتيلا. ليه كل ده؟ ليه؟ عشان في الآخر هيقول له إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. خلي بالك بقى، الكلام اللي هيجي لك ده كلام شديد، كلام الأمر، كلام الدعوة شديد، كلام القرآن. طب انت بكرة ما عندكش مشكلة؟ ما انتش رايح تواجه عمل كبير، ما انتش رايح تواجه مسؤول كبير، ما انتش رايح تعيش حياة صعبة وغريبة، ما انتش عارف ولا ايه؟ عندك الكلام ده، قيم الليل. ليه؟ عشان الثقيل اللي عندك بكرة يبقى خفيف من خلال قيام الليل. فقيام الليل يحرك اللسان، قيام الليل يحرك الدعوة، اللسان بالدعوة. قيام الليل يبني الإيمان في القلب. أنا ما أتكلم عن إيمان الليل فقط، أنا بتكلم عن نوافل مطلقا. بس خليني أقول لك يعني إيه نافلة؟ نافلة يعني زيادة. طب الزيادة دي اللي هي فين؟ في كل العبادات، لأن الله تبارك وتعالى يعلم تقصيرنا، والله تبارك وتعالى يعلم كم ضعفنا، نحن ضعاف، وإن احنا مقصرين، وإن احنا تعبانين، وإن احنا أكيد في فتن كتير، وأكيد عندنا مشاكل الأولاد ومشاكل الجيران ومشاكل الزوجات ومشاكل مش عارف إيه، والزوجات مش بالجمع، يعني مشاكل، يعني أنا قصدي مجموعة الناس عندها مشاكل مشاكل زوجات، مش واحد عنده مشاكل زوجات. أصل واحد عنده مشاكل زوجات هو اللي جاب ده لنفسه، هو بقى هو حر بقى يستحمله زي ما هو عاوز. طيب يبقى إذن عندي أنا النافلة معناها زيادة، لكن النافلة في كل عمل من الأعمال. طب زي إيه؟ هنعرف هذا لكن بعد هذا الفاصل القصير. استودعكم الله وأعاود بعد الفاصل.